النهاردة هنعمل مع بعض صينية الرقاق المصري، بس هنعملها بتكة حلوة قوي. هعملها معاكم بالكبد والقوانص، وممكن جدا تعملوها باللحمة المفرومة. دي اكتر اكلة مهمة ومطلوبة جدا في العزومات يا جماعة، وسهلة وبسيطة جدا. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعملوا احلى صينية رقاق. هخليه يطلع معاكم مورق وطري من جوه، وريحتها خطيرة وهتكون قلبة البيت كله. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. يلا بينا. اول حاجه يا حلوين عملتها، سخنت الطاسه جدا ونزلت فيها معلقه سمنه كبيره، وبعد كده نزلت فيها 2 حبه بصل هشوحها كويس جدا، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص هفردها في الطاسه، وهفضل اقلب فيها لحد لونها ما يتغير. وبعد كده هضيف عليها طماطم بتخلي الحشوه جميله جدا، وهضيف كمان فلفل اخضر وجزر، وهقلب كويس. الخضار اللي انا ضفته ده يا جماعة بيخلي الحشوة جميلة جدا وريحته خطيرة. وهضيف كمان نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود وربع معلقة سبع بهارات، وبس كده. اظن شايفين الجمال والحلاوة دي كلها. طبعا الشوربة مكون اساسي في الوصفة. ضفت ليها 3 معالق سمنة، ولو لقيتوها محتاجة ملح ممكن تظبطوها. انا ما كنتش محتاجة فما ضفتلهاش اي حاجة. لازم استخدم الخليط ده وهو سخن، حتى لو برد سخنوه تاني. ننزل الرقاق في الشوربة واطلع على طول علشان الرقاق ما يتهريش، ونبتدي نحطه في الصينية، ننزل ونطلع على طول، خصوصا ان الشوربة سخنة مولعة فلازم اطلعه على طول. زي ما انتوا شايفين كده، الورقة اللي بخلصها باخدها بالراحة وبرصها في الصينية بالشكل ده. هنعمل بنفس الطريقة، ننزل الرقاق في الشوربة ونطلعه على طول. طبعا الرقاق ده من الحاجات الجميلة جدا اللي بتنفع في رمضان. خلينا متفقين ان الرقاق من احلى واجمل الاكلات المصرية، وبتنفعنا جدا في العزومات يا جماعة. وحقيقي حقيقي من الاكلات الاساسية على السفرة المصرية، صح ولا ايه؟ انا دلوقتي عملت 3 طبقات تحت، وهفصل بينهم بسمنة. بدهن الطبقات كويس جدا، وهعمل كمان طبقة بس مش هدهنها سمنة خالص، علشان بعد كده هنزل بحشوة الكبد والقوانص. الحشوة دي يا جماعة لازم تكون جوسي. وبعد كده هنزل في نص الصينية، وبعدين هفردها لبره من غير ما توصل للأطراف زي ما انا بعمل كده بالظبط. وهبدأ اكمل 4 طبقات فوق زي ما عملت تحت. كل ورقة رقاق بحطها في خليط الشوربة، ببدأ اوزعها كويس قوي على الورقة، وبعدين ارصها في الصينية وادهنها سمنة. ازاي تعرفوا ان صينية الرقاق هتطلع معاكم مورقة وناجحة وطرية من جوه؟ ان اول ما تحطوا الورق بكام ثانية يتحول لشكل العجين كده. وقبل ما تدخل الفرن بجيب سكينة وبقسمها بالشكل ده. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على درجة حرارة 220، وبحطه في الرف الوسطاني لان الرقاق ما بياخدش اي وقت في الفرن. معايا كوباية لبن وبيضة وملح وفلفل اسود، وهقلب كل ده مع بعض، وهطلع صينية الرقاق من الفرن واصب الخليط وادخله تاني عشان تاخد لون. وده شكله بعد ما طلع من الفرن.